المركز الاول في برنامج نجوم العلوم. هيثم في البدايه المشروع عباره عن تاتش ستيكر. الستيكر ده مختلف عن التاتش سكرينز. التاتش سكرينز بتلمس السكرين نفسها، لكن التاتش ستيكر بيتلزق تحت اي سطح يحوله من فوق تاتش. ده ليه استخدامات كتيره جدا. ان انت مثلا لو لزقت المنيو في المطعم ولمست صوره الاكله بيبعت وايرلس انت طلبت الاكله دي من غير ما تستنى الويتر اصلا يجي لك. ممكن تتحكم في السبايسي، ممكن تعمل فوت للاكله بعد ما تخلص، ممكن تلعب جيم مع الورقه لغايه ما الاكل يجي لك. دي احد التطبيقات اللي اتعملت، يعني هو اوريدي في تطبيقات كتيره جدا. مثلا من ضمن التطبيقات اللي طلبت مني في المسابقه ان انا احول الهدوم تاتش، ان انا انزل ستيكر جوه الهدوم واتحكم وايرلس في اي حاجه حواليا، في نفس الوقت الهدوم دي تكون بتتغسل وما بتتشحنش في اسبوع واحد تعمل كل ده. كمان طلب مني ان انا الستيكر فيه نوعين، في ستيكر شفاف في ستيكر معطل. الستيكر شفاف بيحول الازاز تاتش، يعني لو مثلا ماسك قطعه من الازاز وهي شفافه بتحول تاتش. فطلبوا مني ان انا اعمل تليفون يكون شفاف، يعني تشوف وراه وفي نفس الوقت تتصل فيه. كمان ليه تطبيقات كتيره جدا، اللي هو مثلا ممكن تلزق الستيكر ورا الحيطه بدل مفاتيح الكهرباء انك تلمس يفتح النور تلمس يقفل النور. ومش بس كده، ممكن تعمل دراجنج يتحكم في شده الاضاءه. تبت المشروع ان انت لو جبت شويه ميه ورشيتهم على البطنز مش هيحصل اي حاجه، لان اوريدي المفاتيح الكهرباء العاديه لو جبت عليها ميه يحصل شورت سيركت. بدل الستيكر محطوط ورا الحيطه كمان اللايف تايم بتاعه كبير جدا. ممكن نحول الكتب تاتش، يعني لو حتى الطلبه بيتعلموا يلمسوا صوره الاكل او الكتاب يتفاعل معاهم، ممكن كان في يقرا الكلام مجرد ان يمشي ايده على الورقه. دي تطبيقات كتيره جدا في التعليم وفي الدعايه وفي حاجات كتير يعني. ان شاء الله يعني انا بشكر طبعا جمعيه نصر العلمي، يعني شكر كبير جدا على الفهم الكبير ليا قبل حتى ما افوز في المسابقه، وان شاء الله بعد حتى ما فزت ان شاء الله بنعمل المشروع يطلع كبرودكت ان شاء الله للسوق.